بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني من الفيديو اللي فات لحد دلوقتي. تعالوا بينا يلا النهاردة نشوف الوصفة بتاعتنا النهاردة ايه. معانا النهاردة العدس. طبعا احنا في الشتاء يا حبايبي، ومفيش بيت ما بيعملش العدس في الشتاء. بصراحة اكلة بتدفي، بصراحة اكلة مليانة غذاء ومليانة فيتامين وبروتين والكلام ده، وبتدفي بصراحة في الشتاء، وكله بيحبها. الاطفال بيحبوها والكبار يحبوها. والله انا اللي خلاني ان انا اصرت عليا ان انا اعمل النهارده العدس هي ريناد، وحياة ربنا يا جماعه ما تعرفوش، هي نفسها تاكل عدس بقالها فتره، كل شويه ماما والنبي اعملي لي عدس. فالنهارده ان شاء الله عشان خاطر ريناد، وعشان كمان ان انا اوريكم طريقتي العدس على طريقتي. يلا بينا نبدا. بسم الله. تعالوا نتعرف على المكونات بتاعتنا. معانا هنا بطاطس، حبه بطاطس يعني واحده بطاطس بس وقطعتها. معانا جزرتين، 2 جزرة. معانا طماطمتين، معانا بصلتين. دولت طبعا هنحطهم يا حبايبي زي ما انتوا شايفين كده. دولت هنحطهم معانا كده اهوت. دول ان شاء الله هنحطهم مع العدس. طبعا العدس بتاعنا البطل الحلو معانا واحنا غسلناه، انا غسلته طبعا. طبعا انت لازم تنقيه قبل ما تحطيه وتعمليه، عشان خاطر بيبقى فيه ساعات حاجات صغيره كده لازم تنقيه. طبعا احنا نقيناه وخلصناه، و ان شاء الله هنعمله معانا النهارده. طبعا هو ده ربع كيلو اللي انت شايفاه، ده ربع كيلو ماشي، ربع كيلو وزياده كمان، يعني ده ربع كيلو وزياده، يعني داخل في نص كيلو. معانا البهارات بتاعتنا، معانا كاري ماشي، بحبه لانه بيدي لون حلو وفي نفس الوقت بيدي طعم حلو للعدس. معانا كاري، معانا كمون، 7 بهارات، معانا لورا، معانا مرقه ماجي، مكعب ماجي يعني. معانا فص ثوم وانا قسمته نصين، معانا ملح، معانا فلفل اسود وحبهان. طبعا الملح يا جماعه انت بتحطي دلوقتي، ولما لو احتجتي يعني بعد ما بتخلصيه وتضربيه في الخلاط وتعمليه تاني هنشوف مع بعض. لو احتاج منك ملح هتزودي طبعا، يعني انت هتزوديه، لو احتاج منك ملح هتزوديه. تعالوا معانا يلا نبدأ بسم الله. تعالوا يلا نجيب الحلة بتاعتنا، واحنا هنبقى مع بعض على النار يعني. دي الحلة بتاعتنا يا حبايبي، هنحط العدس. بسم الله. زي ما انتم شايفين كده. ليه؟ زي ما انتم شايفين يا حبايبي كده العدس بتاعنا اهو. تمام. استنوا بقى اما ايه، ما ننزل شويه اللي في الطبق اللي باقيين، حرام بصراحه يترموا، يعني خساره في وسط الغلا اللي احنا فيه يا جماعه، وفي وسط الاسعار النار اللي هي بتاعه الحاجه دي. اي واحده بصراحه تعمل الاكل تحاول انها تدبر نفسها، انها تعمل على قدها هي وافراد العيله بتاعتها. يعني تحاولي ان انت ما ترميش حاجه، حاولي ان انت ما ترميش حاجه. خساره والله، بامانه خساره. الاسعار بقت نار، والاكل بقى نار، وكل حاجه بقت مولعه، يعني ربنا يلطف بينا. احنا مش عارفين احنا رايحين على فين، يعني بجد ربنا يلطف بينا يا جماعه. يلا بينا نحط الخضار بتاعنا. بسم الله. ماشي. تعالوا بقى، احنا ما بنحطش البهار دلوقتي، يعني البهارات دلوقتي انا ما بحطهاش. احنا هنحط الحله على النار، وهنحط معاها شويه زيت. عايزه تحطي سمنه حطي سمنه، بس انا بحب الزيت بصراحه في العدس، بيبقى خفيف. تعالوا بقى هنحط مع بعض الحله على النار. هنحط الحله وهنحط معاها شويه زيت، وهنقلبه شويه لحد ما ايه، كله يتمزج مع بعضه، والخضار مع العدس يدوا مع بعض نكهه حلوه، وتبدا الروايح بتاعه الخضار مع العدس تطلع. يلا بينا. طبعا هنحط الميه مش هننسى. يلا نحطها على النار. حطينا يا حبايبي الحله بتاعتنا على النار. تعالوا بقى نحط الزيت بتاعنا، احنا مش هنحط كتير يعني. تمام. بس عشان بس ايه، نخلي الاكل ليه طعم. تمام. هنقلب بقى كله في بعضه. معلش عشان خاطر ايه، انا عندي الدنيا مش مظبطه شويه في على العين بتاعه البوتاجاز. تمام. تعالى هنقلبه وهنرجعلكوا تاني. احنا كده قلبناه. هنسيبه بقى شويه، يعني دقيقتين كده على ما يبقى يعني يتشوح على النار مع الخضار، وهنبقى ايه نحط عليه البهار.
دلوقتي انا معاكم يعني، وهنوريكم ازاي. تمام، زي ما احنا شايفين كده، لو انتوا سامعين الصوت. تمام، هي لازم تتشوح، الخضار لازم يتشوح معاك كده. هناخد الخضار بتاع البهارات بتاعتنا. تعالوا يا حبايبي، يلا احنا هنحط البهار بتاعنا. تمام، دي البهارات كلها اتحطت اهي. تعالوا بقى هنقلبه. تمام، ونرجع لكم تاني ونحط الميه مع بعض. يلا بينا. احنا حطينا البهارات بتاعتنا خلاص وقلبناها كويس. تعالوا نحط الميه بقى. بسم الله. طبعا الميه لازم تغطيه يا جماعه، عشان خاطر ايه؟ يبقى معاكي العدس، لان هنا كميه العدس عندنا هنا ايه؟ نص كيلو، يعتبر نص كيلو. لازم تكون الميه ايه؟ حلوه كده، مغطيه ومغطيه الخضار. طبعا احنا قلنا الملح انتي هتزودي تاني، يعني بعد ما تضربيه في الخلاط وتخلصيه هتزودي تاني ملح، على حسب ما انتي ايه تدوقي وتشوفي. ايوه، نقلبه كويس عشان خاطر كل البهارات مع الملح مع كله يدوب في بعضه. تمام، تعالوا نزوده كمان شويه ميه كده. تمام، بس كده حلو. طبعا هو لو طلع تقيل منك وانت بعد ما تعمليه في الخلاط حابه تزودي شويه ميه عليه، ماشي. لو عندك شوربه الله عليه، يعني لو عندك شوربه، لو انت عندك شوربه وممكن تزودي الشوربه عليه، ممكن تزودي شويه شوربه عليه، الله عليه، هيبقى طعمه حلو قوي. تمام، زي ما احنا شايفين. احنا هنعلي عليه النار بقى وهنسيبه مع نفسه خالص لحد ما ايه؟ ما كل المكونات ديت والخضار والكلام ده يستوي. نسيبه بقى. هنخلي النار متوسطه مش عاليه قوي، يعني انتي عليها في الاول لحد ما يغلى، وبعد كده بعد ما يغلي خليه يوطي عليه شويه. يلا بينا، احنا هنسيبه على النار لحد ما يستوي وهنرجع لكم تاني، يعني احنا هنبقى مع بعض لحد ما هو يستوي وهنرجع تاني ان شاء الله. يلا بينا يا حبايبي، تعالوا نغطوه. احنا غطيناه دلوقتي زي ما انتم شايفين، هنسيبه بقى ونرجع له تاني. زي ما احنا شايفين دلوقتي، احنا هنحط يلا العدس في الخلاط عشان خاطر ايه؟ نضربه مع بعض. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم شايفين كده، لازم تحطي معاه الطماطم وتحطي البطاطس والجزر اللي انتي سلقاه معاه، عشان ياخدوا منه اللون، ياخدوا اللون بتاع الجزر وياخدوا من الطعم بتاعه. يلا احنا هنخلي شويه دول مره تانية على ما نضرب دول ونرجع لكم تاني. خلاص يا حبايبي، احنا هنا اهو ضربنا العدس الحمد لله. تعالوا بقى ايه نصفيه. انا بحب اصفيه عشان لو انتي، طبعا دي رناية. قولوا لهم ازيكم عاملين ايه؟ ازيكم عاملين ايه؟ النهارده احنا هنعمل العدس وحلو قوي جدا. يلا عشان نعمله. زي ما انتوا شفتوا كده رنات هي بتسلم عليكم، طبعا لازم تطلع معايا في كل الفيديوهات. فدلوقتي احنا ضربنا العدس بتاعنا زي ما انتوا شايفين ريحته اهو. حلوه قوي. ريحته حلوه. اه ماشي بألف هنا. هنصفيه زي ما احنا قلنا عشان خاطر لو في حبهان مثلا احنا ما خدناش بالنا منه، او ورقه لورا مثلا برضو ما خدناش بالنا انها موجوده وانضربت مع العدس، طبعا لازم يتصفى عشان خاطر ايه؟ مفيش حاجه تيجي في بقك وانت بتشربيه. تعالوا بينا نصفيه.
انا بحب اصفيه يا جماعه، في ناس ما بتحبش. يعني في ناس تقول لك هتصفي العدس، هو العدس فيه ايه يتصفى؟ لا يا جماعه، يتصفى عشان خاطر سلامه ولادنا وسلامه اي حاجه. عشان في ناس بتقرف، في ناس مثلا بتقرف تقول لك انا قرف من الكلام ده. حاضر يا ماما. زي ما احنا شايفين اهو. فايه، تعالوا بينا يلا نكمل ونرجع لكم. هنكمل الجزء شويه اللي باقيين في الحله بتاعه العدس، وبعد كده نرجع لكم تاني. تعالوا نكمل يلا يا حبايبي بقيه العدس اللي عندنا. تعالوا نكمل بقى بقيه الكميه اللي موجوده. دي نادي بالكحه يا جماعه، تعبانه جدا والله. ادعوا لها ربنا يشفيها يا رب. والله تعبانه بقالها في مده وبصراحه يعني ربنا يكون في عونها، ما بتنامش بالليل خالص بسبب الكحه. ربنا يشفيها ويشفي كل اطفالنا يا رب، ويشفي كل ولادنا يا رب. ما تشوفوش حاجه وحشه في عيالكم يا رب. احنا كده خلصنا زي ما انتم شايفين. احنا خلصنا العدس بتاعنا تمام. هو كده مش خفيف، هو لسه بقى ايه، هيتقل شويه لما نحطه على النار. هو كده مش خفيف يا جماعه. احنا بنحب نشربه كده، مبحبش اشربه تقيل، بيبقى عامل زي المهلبيه. لو تقيل عن كده بيبقى تقيل قوي، بيبقى تحس انه غريب كده. هو كده حلو. ولسه طبعا لما هيتحمر له البصل وهيتحط على النار والطشه بتاعته تتحط له، الله عليه، دوقوه بقى والله ملح عليه. هو دلوقتي كده طعمه يجنن، ما بالك بقى كمان لما نكمل. يلا يلا نحط الحله بتاعتنا على النار ونحمر البصل ونرجع لكم. يلا نجهز حاجتنا. الحله بتاعتنا يا حبايبي، دي الحله بتاعتنا اللي احنا كنا سالقين فيها العدس. بدل ما توسخي كذا حله، هي نفس حله، اغسليها وارجعي استعمليها تاني. يلا نحط الزيت عشان احنا سيبناها تنشف من الميه اللي فيها. تمام، ما تحطوش زيت كتير، كده كفايه. تمام. تعالوا بينا يلا نحط البصل. بسم الله. زي ما انتم شايفين كده هنحمر البصلايه لما توصل للون الذهبي. تمام. هنقوم طاشين عليها حاطين عليها العدس. هي بدأت تدبل اهي يا حبايبي زي ما انتم شايفين. تمام. تعالوا يلا بقى على ما توصل للون اللي احنا عايزينه هنرجع لكم تاني. زي ما انتم شايفين كده دلوقتي هو وصل للون اللي احنا عايزينه. كده اللون الذهبي اللي احنا بدأنا ان احنا نوصل له. تمام. اهو تمام كده. تعالوا بقى نحط العدس. طبعا هنحط العدس حبه حبه، يعني احنا هنحطه هنحط الاول كده كبشتين 3 ونرجع نكمل. بسم الله. خدي بالك اهم حاجه من ايدك المنسك. طبعا البوتاجاز عندنا اتظبط، هنفتحه دلوقتي زي ما انت شايفه. تعالوا بقى هنحط الكميه كلها اللي هنا ونرجع لكم تاني.
حطينا الكميه كلها يا جماعه اهوت زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، شايفين اهو دي الكميه بتاعتنا كلها. طبعا هنسيبها تغلي بقى، احنا هنوطي عليه شويه وهنسيبه يغلي بقى مع نفسه. تمام. ولما يغلي ونلاقيه غلى هنقوم عاملين الطشه بتاعتنا وحاطينه عليه. وبألف هنا وعافية على قلبكم. وما تنسوش ان انتوا تدعوا لي طبعا. ويا ريت يا جماعه وقت ما نيجي بنعمل اي حاجه زي ما احنا قلنا وهنقول كل مره ان شاء الله، لازم تذكري ربنا في كل مره بتعملي فيها وتصلي على النبي. صلوا على النبي حبايبي عليه افضل الصلاه والسلام. والا بذكر الله تطمئن القلوب. طبعا احنا كل حاجه بيبقى فيها خير وبركه لما بتذكري فيها ربنا، وكل حاجة ربنا بيبارك فيها سواء في طعمها ولا في اي حاجة انت بتعمليها. وربنا يبارك لكم يا رب ويحسن ما بين ايديكم كلكم وانا كمان يا رب. وما تنسوش ان انتوا تدعوا لي يا رب. ما تنسوش ان انتوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي، عشان خاطر القناة تكبر والقناة تتفعل. وطبعا هفضل اقول مرارا وتكرارا والله ان القناة مش هتكبر ومش هتبقى قناة ومش هتتفعل الا بيكم انتم، عشان انتوا السبب فيها ربنا ثم انتوا ان شاء الله. يلا احنا هنسيبه بقى على النار تمام لحد ما يغلي، وبعد كده نرجع لكم. في الوقت ده تعالوا نعمل الطشه بتاعه طشه الثوم بتاعه العدس. احنا دلوقتي يا حبيبي خلصنا العدس اهوت. العدس بدأ يغلي زي ما انتم شايفين. طبعا احنا في الوقت ده على ما هو يغلي شويه هنكون احنا عملنا الطشه بتاعه العدس. تعالوا يلا بينا. طبعا احنا بنحمر بطاطس طبعا جنب الاكله ديت، احنا بنحب كده هنحمر البطاطس جنبها ويوم بقى يوم من ضمن الايام اللي هي بتعدي. هنقلبه. طبعا يا حبايبي احنا دلوقتي هنحط دي الطشه اهي، عملنا الطشه بتاعه الثوم. تعالوا نحطها بقى عليه. طبعا هناخد شويه ونحطها هنا. تمام زي ما انتوا شفتوا كده حطينا الثوم على العدس. تمام. تعالوا بقى نقدمه يلا. زي ما انتوا شايفين والله العظيم لو تشموا ريحته يا جماعه ولا طعمه والله جميل بجد. جربوه وقولوا لي عامل ايه. ويا ريت تقولوا لي في التعليقات رايكم فيه ايه والوصفه بتاعتنا عجبتكم النهارده ولا لا. وطبعا بألف هنا وعافيه على قلبكم. ويا ريت ما تنسوش الشير واللايك والسبسكرايب عشان خاطر كل الفيديوهات بتاعتي توصل لكم، وعشان القناه يا حبايبي تكبر بيكم، وعشان خاطر طبعا تحسوني ان انتوا يعني مبسوطين من الوصفات اللي انا بعملها. وطبعا انتوا عيلتي التانية طبيعي انا هبقى حابه ان انا اعرف رايكم ايه، وحابه ان انا اعرف انتوا شايفين الوصفات بتاعتي وشايفين قناتي ازاي. ويا ريت ما تنسونيش بالدعاء، وما تنسونيش دايما بان انتوا تدعموني وتشتركوا في قناتي. واكيد انتوا اكيد حبيتوني عشان انا اكيد هتحب الحمد لله وادخل القلب من اول مره. وتعالوا يلا نشوف نقدم مع بعض العدس بتاعنا النهارده وبألف هنا وعافيه على قلبكم. كان معانا النهارده يا حبايبي زي ما انتوا شايفين العدس الله عليه وعلى شكله وعلى لونه. وبصراحه يا جماعه البخار شايفينه هو لسه نازل من على النار دلوقتي حالا. يا رب اكون النهارده عملت لكم وصفه عجبتكم وان انتوا تكونوا مبسوطين منها وتكونوا يعني الحمد لله عند حسن ظنكم. ويا رب اكون النهارده يعني كنت ضيفه خفيفه على قلبكم، ما كنتش ضيفه تقيله. والنهارده كان معانا العدس طبعا احلى حاجه في الدنيا واحلى حاجه في الشتاء. العدس ده يا جماعه يتاكل ويدفي على طول، ما اقولكوش هو والمحشي. ان شاء الله استنوني باذن الله، هعمل لكم فيديو مخصوص عن المحشي باذن الله، وهنزله لكم برضو لزوم الشتاء والدفا والكلام ده. اكيد كل بيت عامل كده اكيد. وبألف هنا وعافيه، ويا رب تجربوا الوصفه بتاعتي النهارده وتقولوا لي عامله ازاي. والف هنا وعافيه على قلبكم يا رب. وما تنسوش الدعاء لي يا رب، وما تنسوش ان انتوا تذكروا الله وتصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام.
ويا حبايب قلبي اشوفكم على خير باذن الله في الفيديو الجاي، ويا رب تكونوا كلكم كويسين وبخير، ويا رب ما حدش يكون عنده مشاكل، ولا حد يكون تعبان، ولا حد عنده اي حاجه يا رب، ولا يوجع قلبكم ابدا على اي حد بتحبوه. وما تنسونيش طبعا، ده اهم حاجه، ما تنسوش في اللايك والشير والسبسكرايب.